ذات الكلاب، امتى نجوز الذكر وامتى نجوز النتاية، امتى نجوز الذكر وامتى نجوز النتاية. بص يا سيدي، اول حاجه الذكر اوعى تجوزه قبل سنه ونص، نصيحه مني ما تجوزش الذكر قبل سنه ونص، اوعى، علشان ده هيأثر عليه صحيا وهيأثر عليه بعد كده في الفترات اللي بعد كده. يعني ممكن الكلب بدل ما يقعد معاك مثلا ل 14 سنه ولا كلام من ده، حبيب ابو رحمه، تمام، ممكن بعد بدل ما يقعد معاك ل 14 سنه ممكن يقعد معاك ل 8 سنين و9 سنين ويبدا يهنج ما يعرفش يتجوز. فما تجوزش الكلب بتاعك قبل سنه ونص، ده الافضل، ده الافضل يا جماعه. انا عندي كلب مالينو عنده سنه والله ما رضيت نجوزه، يعني انا ما رضيتش نجوزه عشان لسه صغير ما كملش كمان سنه، تمام، مع انه مستوى كويس اكيد كل الناس عارفاه اللي هو فيروس، فما رضيتش نجوزه. فيا جماعه قبل سنه ونص ما حدش يجوز كلب، قبل سنه ونص ما حدش يجوز الذكر بتاعه. طب النتايه بقى، النتايه فوت اول حيضه، عود نفسك على طول. النتايه بتحيض الحيضه الاولى من عمر تقريبا كده 8 شهور او 9 شهور او 10 شهور. لو انت فوتت اول حيضه، نفترض مثلا ان هي حاضت في العشر شهور وانت فوتت اول حيضه، تمام، هتقعد 4 شهور او 3 شهور وتحيد تاني. يبقى لو حسبنا العشر شهور حطينا عليهم 3 شهور تانيين يبقى 13 شهر او سنوي، يعني عدد السنه، افرض السنه، تمام. يبقى كده في الحيضه التانيه انت هتجوز. فدي نصيحه مني، بلاش اي حد يجوز كلبه الذكر قبل سنه ونص، بلاش اي حد يجوز الذكر بتاعه قبل سنه ونص، دي نصيحه. النصيحه التانيه، لو عندك نتايه فوت اول حيضه وجوز في الحيضه التانيه، فوت اول حيضه وجوز في الحيضه التانيه، لان يا جماعه ده شيء مهم جدا ولازم تعرفوه. الناس اللي بتبقى مستعجله على الذكوره وتجري تروح تجوز الذكر وهو عنده 10 شهور، بعد كده بيبدا يخش في مضاعفات، بعد كده يتجوز مرتين ثلاثه وبعد كده يبدا يهنج، بعد كده يبدا يهرب معاه، تيجي تطلق له النتايه ما يرضاش يطلع يتجوز، يتجوز مره وما يديكش الجوازه الثانيه. بتلاقي حاجات كده غريبه انت يعني مفيش داعي ان انت تقابلها، تمام. لا، انا لما نهتم بكلبي وبالحاله الصحيه بتاعت كلبي وبالنظافه وبالفيتامينات، على فكره احنا دلوقتي بندي فيتامينات يوميا وعلاجات وحاجات زي كده. دلوقتي الكلاب مش زي زمان، زمان كان الكلب تديله شويه المصارين يقعد ياكل فيهم وتلاقيه زي الغول ما يحصلوش اي حاجه، ولا كان في تطعيمات ولا كان في اي حاجه ولا كان في حد بيهتم بكلاب ولا الكلام ده كله، كانت الكلاب مية مية. دلوقتي الناس بدأت تحسد الكلاب، الكلبة البلدي بتنحسد، تمام. فدلوقتي في الايام اللي احنا فيها دي بنطعم وبندي فيتامينات وبندي كالسيوم وبندي كذا وبندي كذا وبنغير انواع الاكل وبنهتم بالاملاح في الاكل وبنهتم بالمعادن وبنهتم بالحاجات دي كلها، تمام. ورغم كده برضو بتلاقي الكلاب بيجي لها مشاكل صحيه. فيا جماعه اللي عنده كلب يهتم بيه، وما تروحش تضحي بكلبك عشان تجوزه، وما يجيش حد يطمعك يقول لك جوز لي الكلب بتاعك ده مستواه كويس، ده مش مهم يكون عدى السنه ونص طالما بيتجوز خلاص وطالما بيعرف يتجوز خلاص. ده اكبر غلط، ده غلط، ما تخليش حد يطمعك بالكلام ده، تمام، ما تخليش حد يطمعك بالكلام ده. جوز كلبك اول ما يقفل السنه ونص، جوز وانت مطمن، تمام. لما تيجي تجوز الكلب بقى هتعمل ايه؟ هتدي فيتامينات، هتدي منشطات. ايه المنشطات دي بتاعت الجوازات؟ لا ملهاش دعوه بالجوازات خالص، المنشطات لا ملهاش دعوه بالكلام ده خالص. هندي مثلا اوميجا 3، هندي فوليك اسيد ده حديد ومعادن، هندي مثلا فيتامينات، هندي حاجات فيها معادن، هندي دي كلب 12، هندي الحاجات اللي هي فيها فيتامينات وكالسيوم للذكر بتاعي، وهنديها له على مراحل، يعني مش هنمشي كل يوم على نفس العلاج. يعني انا مثلا ممكن عندي الذكر بتاعي، ذكر مثلا عندي كويس ومستواه كويس، نروح نجيب ازازه دواء ديكال على علبه برشام فوليك اسيد على علبه برشام فيبرامايسين على علبه برشام اوميجا 3، يعني نحط عندي شويه تشكيلات كده فيتامينات كده، يعني هتكلفك مثلا 200 300 جنيه، هتحطهم عندك هينفعوك. النهارده مثلا نديله 5 سم ديكال، بكره نديله حبايه فوليك اسيد، بعده نديله حبايه اوميجا 3. انت بتروق عليه، انت بتروق عليه وبتظبط فيه. غير انواع الاكل، النهارده مثلا نحط له شويه هياكل نيين مثلا على شويه رز مسلوقين من البيت، النهارده نحط له شويه مستويين على شويه مثلا حتتين كبده متقطعين يكونوا مثلا بتوع فراخ. وابعد عن اكل النافق، نصيحه مني ابعد عن اكل الفراخ النافق، لان دي الحاجه الوحيده اللي بتدمر مناعه الكلاب عندنا. ابعد عن الفراخ النافق، اوعى تاكل فراخ نافق.
يعني اكل عيش وكارته وما تاكلش فراخ نافع.